نظم أكثر من 100 شخص نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بباريس للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في تندوف والتنديد بالوضع غير الإنساني السائد في المخيمات الخاضعة لسيطرة البوليساريو. مغربية في الخارج نطالب بفك الحصار على إخواننا المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، ولا نتخلى على أي شبر من وحدتنا الترابية، ونحن وراء ملكنا للدفاع عن وطننا. باسم الجمعية الصحراوية للتضامن وتوعية المشروع الحكم الذاتي جينا نظمنا هذه الوقفة احتجاجية كنطالبوا بفك حصار إخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف، وفي نفس الوقت كنطالبوا بإحصاء أهالينا اللي 37 سنة محتجزينهم بمخيمات تندوف. وعقب تجمعهم سلم المتظاهرون لمصالح السفارة الجزائرية رسالة تتضمن جميع تظلماتهم ضد البلد الذي يحتضن ويسيطر على مخيمات تندوف، وكذا الانتهاكات المرتكبة ضد السكان تحت سيطرة البوليساريو. والأربعاء القادم في ستراسبورغ